2. التنفس السطحي المزمن. دعني أسألك سؤالا الآن، هل تتنفس من صدرك أم من بطنك؟ معظم الناس يتنفسون بطريقة سريعة وسطحية من الصدر دون أن يشعروا، والمشكلة أن هذا هو نفس نمط التنفس الذي يحدث أثناء القلق والخوف. فيلاحظ الدماغ ذلك ويستنتج أنه لابد أن هناك خطرا، فيرفع هرمونات التوتر ويزيد نبضات القلب ويبقيك في حالة استعداد مستمرة، وأنت فقط جالس على الأريكة تشاهد مباراة. وحل هذه المشكلة بسيط. اختبر نفسك الآن. ضع يداً على صدرك وأخرى على بطنك. إذا كان صدرك هو الذي يرتفع أكثر، فأنت غالباً تتنفس بطريقة غير مثالية. التنفس الصحي يجعل البطن تتمدد مع الشهيق وتنكمش مع الزفير، ولهذا ينصح كثير من المختصين بتقنيات التنفس البطيء مثل 4-7-8. أخبرنا إن كنت تريد معرفتها في التعليقات، لأن التنفس الهادئ يرسل للدماغ رسالة واضحة: كل شيء بخير. 3.